ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اضخم انواع الكلاب في العالم، والضخامة هنا ممكن تكون من ناحية الطول او العرض او الوزن. يلا بينا نبتدي. رقم 10، الايرش وولف هاوند. كلب صيد ايرلندي بيتميز بطوله الفارع وسرعته ولونه الرمادي زي لون الذئب، ويصلح انه يبقى كلب حراسة. بيوصل وزنه 55 كيلو. رقم 9، البول ماستيف. كلب حراسة انجليزي بيتميز بقوة عضته وجسمه العضلي وولائه وحبه الشديد لأسرته وصاحبه. بيوصل وزنه ل59 كيلو. رقم 8، التبيتان ماستيف. كلب حراسة صيني بيتميز بشراسته وفروته الكثيفة اللي بتساعده على تحمل الجو شديد البرودة. بيوصل وزنه ل68 كيلو. رقم 7، الكانجال. كلب حراسة ورعاية تركي بيتميز بقوة شخصيته وشجاعته في حماية أرضه ضد الغرباء والحيوانات المفترسة. بيوصل وزنه ل69 كيلو. رقم 6، النيابولتان ماستيف. كلب حراسة إيطالي بيتميز بطبعه الهادي مع أسرته وطاقته القليلة وجلده الكثيف المجعد اللي بيحميه من هجوم الحيوانات المفترسة، ولكنه حذر جدا ضد الغرباء. بيوصل وزنه 70 كيلو. رقم 5، السان برنارد. كلب أسرة سويسري بيتميز بلونه الأبيض في بني وفروته الكثيفة. كلب طبعه ودود وهادي، وكان وما زال بيتم استخدامه في عمليات الإنقاذ بسبب حاسة الشم القوية اللي عنده. بيوصل وزنه ل75 كيلو. رقم 4، الجريت دان. كلب صيد وحراسة ألماني، أطول كلب في العالم. بيتميز برشاقته وسرعته وبالرغم من حجمه الضخم، ولكنه من ألطف أنواع الكلاب اللي ممكن تربيها، وألوانه كتير منها الأسود والجراي. بيوصل وزنه ل80 كيلو. رقم 3، التوساين. كلب حراسة ياباني بيتميز بشراسته ضد الحيوانات التانية، ولكنه وفي لصاحبه. كلب ذكي وشجاع وما بيخافش من حاجة. بيوصل وزنه ل82 كيلو. رقم 2، البول بويل أو الماستيف الجنوب أفريقي. كلب حراسة ضخم جدا وعضلي وعظمه تقيل، شجاع ووفي لصاحبه وأسرته. بيتميز بثقته بنفسه في الدفاع عن أرضه. وزنه بيوصل ل90 كيلو. رقم 1، الانجليش ماستيف. كلب حراسة بريطاني، أتقل وأضخم كلب في العالم، وأقدم أنواع الماستيف المتعارف عليها دلوقتي. كلب طبعه هادي جدا مع صاحبه وأسرته، ولكنه غير شرس مع الحيوانات التانية، ولكنه حذر مع الغرباء. وزنه بيوصل ل105 كيلو. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.